السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة بقى أعمل معاكم حاجة كده أو وصفة كده لذيذة وجميلة جدا، وتنفع ديك للرحلات أو للأطفال أو للمدارس كوجبة كده خفيفة، أو ممكن تبدليها مكان القرص اللي هي باللبن والكلام ده كله. فممكن تستعيني بيها وتعمليها حتى ببيتك لو حبيتي، يعني انت تفطري منها او تديها لاولادك لو في مدرسة او رايحة مشوار، فمحتاجة حاجة كده بدل الباتيه والكلام ده كله. وبرضو بتبقى من صنع ايدك وموفرة من قلب بيتك. زي ما انتوا شايفين كده، دي المكونات معانا. هنا كوبايتين من الدقيق، وهنعمل منهم تشكيلة قرص بالعجوة وكعب الغزال. طبعا انتوا عارفين كعب الغزال ده هو اسم كده بيتباع عند المخبز، وبتجيبوه بيبقى طعمه جميل جدا. في منه بالملبن وفي منه بالعجوة. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة اعملها معاكم هنا ان انا باخد الزبدة. طبعا معايا هنا حوالي 400 جرام من الزبدة، علشان هسيحهم عشان تفك معايا تبقى جاهزة للعجن، وتبدأ العجينة معايا تخمر وتبقى دافية معايا. طبعا انا كنت لو هي يعني كانت سايحة كنت عجنت بيها، بس انا فضلت بس ان هي تاخد تقليبة بسيطة جدا بالحل مكان الزبدة يعني وهي دافية، بحيث ان هي تضطر عشان كانت ناشفة معايا. وانا جايباها كده جاهزة، يعني ما شاء الله انا جايباها كده جاهزة من عند العطار، فكانت ناشفة معايا، فحبيت ان انا اطريها بالزبدة. باخد هنا كوبايتين من الدقيق بالشكل دوت، بحوالي نص كيلو او بالشكل ده. او لو انت عندك مثلا طبق بالمقدار دوت ممكن ان انت تعايري بيه. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، دي الخميرة دي فورية، كيس خميرة. وبضيف هنا قد نص معلقة او ذرة معلقة بسيطة من الملح عشان يظبط معايا بس الطعم. وباخد هنا السكر. زي ما انتوا شايفين كده، انا بضيف هنا السكر ان هو يديلها بس طعم بسيط جدا، ان هو يبقى مسكر معايا. بس لو انتوا عادي، يعني لو مش حابة يعني انت تضيفي سكر مفيش اي مشاكل. انت كده كده تعمليها بعجوة، او ممكن برضو الحشوة تبقى بملبن. وهاجي هنا هاخد معاكم هنا معلقتين ونص من البيكنج باودر. لو هتجيبي اكياس عشان تدوق بطرمان وكده، فهتضيفي كيس من البيكنج باودر. زي ما انتم شايفين كده، هنا بحط هنا بقى جميع المكونات اللي معايا، اللي هي الناشفة زي الدقيق والملح والسكر والكلام ده كله. وبحط هنا كيسين من الفانيليا او بالشكل دوت، يعني المواد الجافة الاول، وبعد كده بقلبهم بقلب بعض وبقلب معجن. زي ما انتم شايفين كده، بضيف بقى هنا الزبدة. هي كانت دافية، يعني هي مش سايحة قوي، بس هي دافية او الشكل ده. وببدأ بقى ان انا اقلب المكونات كلها بقلب بعضيها. طبعا كنت نسيت اقول لكم ان انا هضيف هنا سمسم، بس انا افتكرت يعني في الاخر لما لقيته يعني محطوط لوحدي او الشكل دوت. بتضيفي بقى قد 3 4 معالق من السمسم، بتديها برضو تكاية كده جميلة جدا. لما تكوني مثلا بتعملي القرص باللبن او اي نواشف زي بالشكل دوت، فالسمسم بيديها طعم مختلف. كده بقلب المكونات بقلب بعضيها. انا كده عملت اول حاجة اهو بالسمسم جبته. بضيف هنا قد معلقتين او 3. المكونات هنا بتقلبيها بقلب بعضها لحد لما تتأكدي ان الدقيق والمكونات كلها اتقلبت بقلب بعضها كويس، وان الزبدة اتوزعت في الدقيق كويس. طبعا هنا اللبن معايا، فهنا بضيف هنا اللبن على قد الحاجة، يا دوبك بس العجينة تمسك معايا. طبعا انا هنا فضلت ان انا اعملها بالزبدة الصفراء، فانت لو عندك مثلا اي نوع زبدة او اي نوع من السمنة مفيش اي مشاكل. وهنا زي ما انتم شايفين كده، بس هي الزبدة مديها برضو طعم مختلف او نكهة مختلفة.
وهنا بقى على قد العجنة، يعني بحتاج اللبن على قد العجنة. كده كانت جاهزة معايا خلاص. وببدأ بقى ايه ان انا اسيبها قد تلت ساعة لتخمر فيها. وبجيب هنا معايا كيس، وابدأ ان انا افرد فيها العجوة اللي عندي، اللي انا هعمل بيها كعب الغزال على الحشوة بتاعت العجوة. فبفتح كيسين على بعض بالشكل دوت، وبمنتصفها العجوة بدوس عليها بالشكل ده بفردها. عاوزة اقول لكم برضو تكاية ان كده بتسهل معاكي ان انت تفرديها بكل سهولة على العجينة، ومش هتاخد منك وقت ولا هتكلكع معاكي في حتة وحتة فاضية. معانا بقى هنا زي ما انتم شايفين كده العجينة بقت جاهزة للتشكيل او الحشوة. عايزة اقول لكم انه يعني كانت جميلة جدا. وبعدين كان باين فيها ان هي زي السفنجة، يعني قلبيها يعني كانت اخمرت كويس، وبدأت ان هي تتشكل معايا بكل سهولة. ببدأ بقى ان انا افردها بالشكل دوت اهو. طبعا بفردها كده وبسويها علشان يديلي الشكل اللي انا عاوزاه، عشان لما اجي اشكل او مثلا اضيف عليها العجوة تبقى ماشية معايا بالظبط. وكده خلي بالكم هيسهل معاكم كتير. عايزه اقول لكم ان العجينه لينه يعني ما شاء الله بتشكل معايا زي ما انا محبه، او متوفره معايا على اي شكل اعمله بيها. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين كده العجوه ضفت لها، خلي بالكم هنا ضايفه على العجوه قد 3 معالق من السمسم. بفردها بقى على العجينه بالشكل ده، وابدا ان انا الف العجينه. انا هنا بس بساوي الاطراف او الشكل ده، وبحيث ان العجينة عندك بتبقى كلها رق عجين ورق عجوة، تبقى متشكلة بيديكي طعم ألذ، وبرضه بنفس الوقت الطعم والريحة والشكل ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة تحفة. تبدأ بقى ان انت تبرميها بالشكل ده حوالين داير لحد لما تتشكل معاكي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين عشان انا عاملاها بالزبده، فمطريالي العجينه وبتتشكل معايا بسهوله زي ما انتوا شايفين كده. اتشكلت معايا على الشكل دوت. وهبدا بقى هنا بالسكينه واعملها على قد القطع اللي انا عاوزاها. عاوزاها بقى مثلثات، مربعات، مستطيل، حسب الشكل اللي انت عايزه تشكليه بيها ان انت تقطعي بيها زي ما انتوا شايفين كده. وهنا عاوزه اقول لكم هنا كنت هعملها يعني بالبيضه وكده، فمرضتش علشان قلتي لا ما يبقاش ريحتها يعني زفاره ولا حاجه. ففضلت ان انا اضيف لها هنا السمنه او الزبده بالشكل دوت، يعني تاخد بس ايه اللون الذهبي اللي انا عاوزاه، مش لازما يعني تعمليها ببيض. وعندنا بقى هنا السمسم. طبعا انا حاولت ان انا ايه اوزعه بالشكل ده، ما كانش بيثبت على على العجينة، او كان بيبقى مكانه مكان لا، يعني زي ما انتم شايفين كده. ففضلت ان انا اضيف السمسم وافرشه بالشكل دوت، واقلب العجينة فيها اهو حوالين داير، بحيث ان هي تبقى من جميع الاتجاهات مليانة سمسم او بالشكل دوت. يعني ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا. عايزه اقول لكم برضو ان انت ممكن تعمليه او تعجنيها من غير اللبن، ومش لازم ان هي تكون زبده صفراء، ممكن بنوع اي نوع من السمنه. وممكن ان انت تشكليها على شكل قرص او اشكال تانية تعجب اولادك. زي ما انتم شايفين كده كانت جاهزه معايا، وابدا ان انا اقطعها مكعبات او حاجات مكعبات صغيره زي ما انا محبه او بالشكل ده بالسكينه. وهنا بدهن الصينيه، وعايزه اقول لكم ده الشكل النهائي ليها، يعني اللهم بارك، كان طعم وشكل وريحه جميل جدا.
زي ما انتوا شايفين كده. بقى عندي حتة عجينة تانية بشكلها زي ما انا محبة على اشكال مختلفة. هنا كورتها بالشكل دوت، طبعا بسيبها ترتاح عقبال ما بشكل الاشكال التانية. طبعا الشكل اللي قدامكم دوت هعمل منه زي ما انتوا شايفين كده. بتفرديها وبعد كده بتسويها بالسكينة وبتقسميها بين 4 اتجاهات. الشكل دوت بنتي كانت واقفة جنبي وطلبته مني، فكانت قالت لي يا ماما انا عاوزة فلونكة، او زي ما انتوا شايفين كده، فعملتها لها بالشكل ده اهو. ففرحت بقى جدا، والاطفال يعني ما شاء الله بيحبوا الحاجات دي والمعجنات، وخصوصا لما بتكون مثلا العجوة بديل الشوكولاتة. ولو حابة ان انت تضيفي لها شوكولاتة بديل العجوة بيبقى طعمها جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده كل واحد اختار له شكل معين وعملتها له. حاجة بسيطة تفرح بقى اولادك. زي ما انتوا شايفين كده بولع بقى الفرن رأسي على 180 درجة وبخليها تستوي بالفرن، وبتطلع النتيجة تحفة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.